صبري المناوي مدير فني نادي الاسماعيلي، بنرحب بيك في موقع الاسماعيلي السي. اهلا بك يا نصر. كابتن، النهارده عايزين نعرف من حضرتك استعدادات الفريق لمباراه الزمالك وبعض التوضيحات بالنسبه لعمرو السوليه واصابته. اتكلمنا عليها وفي حاجات تانية هنتكلم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحمد لله احنا خدنا يومين اجازه بعد ماتش الانتاج واللعيبه استريحت شويه صغيره، خدت انفاسها يعني اتخذت انفاسها، وبعدين ابتدينا نشتغل تاني والنهارده في تمرين ان شاء الله وبكره في تمرين، وهنتمرن يوم الخميس الصبح ان شاء الله، وهنتوكل على الله على القاهره نبات ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه لعمرو السوليه، هو طبعا كان عنده التواء خفيف في الانكل، ما عملش ورم ولا حاجه الحمد لله. الحمد لله. فهو كان محتاج يومين ثلاثه يعني. وبعدين هو كان راحه سلبيه وعلاج يعني. وبعدين هو كان عنده يعني التهاب شويه في العضله الخلفيه، مش شد ولا اي حاجه، برضه محتاج يومين ثلاثه. فطبعا محتاج يومين ثلاثه يعني، هو مش هيلحق ماتش المنتخب النهارده يعني، الكلام ده كان من حوالي 3 ايام. عشان كده رجع وقلنا له تعالى، وهو بيكمل علاجه معانا، وهو جري امبارح وجري اول امبارح شويه صغيره، والنهارده ان شاء الله برضه هنخليه يشتغل لوحده عشان ما نعملوش اجهاد في العضله، وان شاء الله بكره او بعده يشتغل معانا ان شاء الله. يعني بكره هيشارك في التمرين الاساسيه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ما فيش حاجه اسمها تمرين اساسيه يعني ما احنا العرف عندنا ان قبل الماتش بيوم بتبقى بيومين يعني تمرينه اساسيه. طيب، بالنسبه اي اصابه في الفريق موجوده؟ شايفين شريف رجب كان بيشتكي كده ببعض الارهاق. امتى؟ في الماتش اللي بس هو في الماتش وطلع. مهاب سعيد اخباره كابتن؟ كويس الحمد لله، مهاب اشتغل كويس، وشريف شغال كويس، واحمد الجمل داخل برضه الحمد لله يعني الحمد لله ما فيش اصابات في الفريق. لا خالص، هو بس سامح واحمد علي. مش يا كابتن هيرجعوا امتى؟ احمد علي يعني مش قبل يوم 29 30 يعني ان شاء الله يشارك في الموضوع. هو سامح ممكن قبل كده ان شاء الله. فاحمد علي ان شاء الله يكون يوم 29 او يوم 30 معانا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن، احنا شايفين حضرتك عاكف على مباراه الزمالك وبتروجيت، وكل يوم معدي عليك الاقيك بتذاكر المباراه زي ما بتقول. كل يوم بناخد مباراه بتفرج عليها انا والجهاز الفني يعني. انا ببدا وبعدين بيجي كابتن اشرف وكابتن حمام وبنتكلم ونتفرج ونكمل الماتش يعني. ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله ونعمل نتيجه كويسه مع الزمالك. كابتن، في بعض المواقع كتبت ان حضرتك اعطيت الضوء الاخضر للاداره برحيل حمص واحمد الجمل. والله انا في واحد صديقي كلمني وقال لي على هذا الكلام يعني، وانا كلمت النت بتاعنا وكلمت بعض الاصدقاء يعني في المواقع، وقلت لهم الكلام ده سخيف جدا، كلام ملوش اي صله بالحقيقه. وتوقيته يا كابتن؟ ولا توقيته، وانا ما اعرفش مين اللي كتب، لكن انا بقول لك وبقول له ان اللي كتب هذا الكلام هو عايز يوقع النادي، والكلام ده بعيد عنه ان شاء الله، وان شاء الله بامر الله تعالى النادي الفريق مش هيقع يعني. الكلام ده كله هدم في النادي يعني. انا بس حمص معروف من الاعمده الاساسيه. انا قلت الموقع بتاعنا بتاع الاسماعيلي يعني كلمه كده بين قوسين، وما حبيتش اشرح بقى الكلام اللي انت حضرتك عايز تتكلمه ده، لانه خير الكلام ما قل ودل. حضرتك بتنفي جملته وتفصيلا، وبقول لك ان اللي قال هذا الكلام وكتبه ده بيحاول بيهدم في النادي، وكان غير اشطر بس. لان احنا الحمد لله اولا حمص لو هو قاعد يكتب هذا الكلام، لو قاعد يكتب 3 4 صفحات تمام بحقائق، ولو انا قلت يعني بنفسي وطلع كلامي انا من بقي، حمص مش هيصدق هذا الكلام ولا احمد جمل. فهو يعني يكتب زي ما هو عايز. احنا الحمد لله عاملين مجموعه، وانت عارف هذا الكلام كويس وكل الناس عارفه الحمد لله، واحنا ربنا بيكرمنا عشان كده. وانا محتاج كل لعيب. انا في لعيبه قال لي انا عايز امشي، في 2 لعيبه قالوا لي احنا عايزين نمشي في يناير، قلت لهم ماشي. وبعدين ما حصل لهمش نصيب وما عرفوش يمشوا، وبيتمرنوا معانا فوق راسنا ومعززين مكرمين، لان انا ممكن احتاجه. انا ما بفتريش على حد. فانا بقول لك لعيبه صغيره، لعيبه قليل يعني، استغفر الله يعني، سوري يعني في الكلام، مش قد حمص يعني.
طبعا. وانا بقول لك انا ما بفتريش ابدا على حد يعني. فانا قلت اللعيب ده اقعد فوق راسي وفوق راس النادي، وممكن زي ما بقول لحضرتك ان احنا ان انا احتاجه ويخدمني ويخدم النادي في ماتش من الماتشات اللي جايه. انت فاهم؟ فما بالك بحمص واحمد الجمل اللي هم عناصر الخبره وكباتن الفرقه وكبار بتوع الفرقه وخبره الفرقه. هو لو عايز يمشي متضايق من حمص ولا احمد الجمل ولا فلان ولا علان، يعني ده هو مش مسؤول عن النادي. بس هو ده موقع كتب كده او بعض الصحفيين كتب كده، فحضرتك دلوقتي نفيت. هو غلطان. هو المفروض يدور على واحد يعني ايه صغير شويه ممكن يتوتر من هذا الكلام ويعمل مشكله. لكن هو غلط ان هو راح لحمص يعني. لا هو راح في طريق سد. غلط ان هو راح في طريق سد فعلا مع حمص يعني. طيب. لان انا حمص عارف قيمته عندنا وعارف قيمته عند النادي، واللعيبه الكبار دول يا ناصر نادي الاسماعيلي عشان كده اللعيبه دي بتدي للنادي. النادي بيحافظ على اللعيبه جدا، وخاصه اللعيبه الكبار واللعيبه اللي ادوا للنادي قبل كده وشالوا النادي. عمر النادي ما هيقول له حمص امشي الا لما حمص يقول يا كابتن انا عايز ابطل، واحنا نقول له لا يا حمص ده انت لسه فيك. وهو حمص مش هيقول كده لان حمص من يعني بيعشق النادي الاسماعيلي. مش قصدي يعني، انا قصدي اقول لك يعني اي حد من اللعيبه الكبار دول اللي ادوا للنادي انت فاهم؟ عمر ما النادي ابدا هيقول له امشي لحد ما هو يطلب يقول انا عايز اعتزل، انا شبعت كوره خلاص. فللاسف الشديد هو وقع دخل في حاره سد. هو يدور على حد تاني او يدور على مغرز تاني يوقعنا فيه بينه وبين اللعيبه، ومش هيحصل على فكره لان اللعيبه واثقه تماما ان احنا بنحبهم قد ايه وبنحافظ عليهم قد ايه، واللعيبه كذلك. الكلام ده كان يحصل قبل كده يعني. طيب كابتن، مباراه الزمالك حضرتك هل هتدفع ببعض اللعيبه اللي هي اللي ما لعبتش الفتره اللي فاتت وهتريح حد مباراه الجزائر، ولا حضرتك شايف مباراه الزمالك ايه؟ بص يا ناصر، احنا عندنا 3 مباريات في 8 ايام. 29 30 31 1 2 3 4 5. هنلعب السادس يعني يعتبر 9 ايام. هنسافر في دول بتاعت مشغشقه دي يومين كاملين. يومين مش هتشوف اي حاجه ولا فندق ولا ملعب ولا اي حاجه. احنا المفروض ان احنا نوازي الامور ما بين الثلاث ماتشات. في ناس متأيدة في بطولة العرب مش متأيدة في افريقيا والعكس. ولكن كلهم معانا في الدوري. فاحنا ماتش الزمالك هنلعب بكل قوه. لو في حد محتاج يستريح هنريحه، لو حد محتاج من اللعيبه الكبار، لان احنا محتاجين ان احنا نلعب في ال3 ماتشات ونطلع فيهم بامر الله تعالى ربنا يكرمنا احسن نتيجه ان شاء الله. بس فاحنا ماتش الزمالك مهم جدا جدا، ماتش اتحاد العاصمه اهم، وماتش افريقيا اهم. بس كابتن نتمنى لك التوفيق وان شاء الله يا رب نحقق نتيجه كويسه مع الزمالك، تبقى دفعه قويه لينا في بطوله العرب، تبقى دفعه قويه في بطوله الكونفدراليه وان شاء الله. والله يا ناصر انا من خلالك انا بقول لجماهير النادي الاسماعيلي ان كل ما يكتب بسلبيه عن النادي الاسماعيلي انا برحب بيه، انا ما عنديش مشكله. بس هم لا يصدقوا اي شيء، لان هم شايفين اللعيبه في الملعب بتأدي ازاي، ورغم الضغط العصبي والضغط البدني وكثره المباريات والظروف الصعبه جدا جدا اللي اللعيبه بتمر بيها احنا وهم اللي كل الناس عارفه. كل الناس عارفه. فالنادي يعني جماهير، انا بقول لجماهير النادي الاسماعيلي انا شخصيا بشكر اللعيبه دول كل مباراه، سواء اتغلبنا او خسرنا او كسبنا الحمد لله او اي حاجه، لعبنا كويس او لعبنا وحش، انا عارف الظروف كويس. بطلع انا والجهاز بتاعي بنقول لهم متشكرين جدا انتوا عملتوا اللي عليكم، بنشكر المجهود الكبير اللي انتوا عملوه. فانا بشكرهم، بشكر اللعيبه دي لان هم الحمد لله بيحافظوا على النادي، عايزين يعملوا حاجه السنه دي، عندهم تصميم وطموح ان هم يعملوا حاجه السنه دي للنادي ان شاء الله بامر الله تعالى. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيكسبنا الحمد لله. يمكن السنه دي احنا كلنا ضمننا احسن، متحدين مع بعض، بنحب بعض. ممكن واحد يتنفذ على واحد شويه والامور تعدي وتخلص تنتهي، عشان كلنا يعني حاطين ايدينا في ايدين بعض. فربنا يكرمهم يا رب ان شاء الله. واحنا نتمنى كلنا ان احنا نسعد الاسماعيليه
باداء كويس ونتائج كويسه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن بالتوفيق، وان شاء الله نبارك لك بعد الماتش. شكرا يا نصر. شكرا يا كابتن. الله يخليك يا حبيبي.